بتبدأ الحكاية مع واحد اسمه رسلان وهو بيمثل مسرحية عن اتنين من أقوى السحرة، وواحد اسمه فان وده في جانب الخير، والتاني اسمه تشارلي مور وده في جانب الشر. وبيقع فان في فخ مسحور وبتسحب منه الأرواح الشريرة كل قوته وهو بيتحول لشخص ضعيف، وبيقول له مور إنه وقع في الفخ بكل سهولة وبيفضل يتريق عليه، وبيعرفه إن مع حلول المغرب الأميرة هتتحول لتمثال من الحجر وهيمتص قوتها ويضيفها لعصايته السحرية. لكن فان بيقوله إنه مش هيستسلم، وأثناء ما كان بيمثل رسلان في 4 فرسان بيشدوا انتباهه، وبيحاول المساعد بتاعه إنه ينبهه لأنه خرج عن النص، بس رسلان بيقوله إنه أصلا الناس مشيت لأن قصصهم قديمة، وبيقوله يكتب قصة عن فارس وأميرة. فبيقوله المساعد يبطل أحلام لأن أولاد الفرسان بيطلعوا فرسان وهو بابا ممثل وهيطلع ممثل زيه. وبنشوف الملك وهو بيحاول يقنع بنته الأميرة ميلا إنها تتجوز، بس بتكون رافضة الموضوع من أساسه، وبتقوله إنها عايزة تعيش حياتها وتخوض مغامرات مختلفة. وبيكون الملك خايف يموت فجأة ويسيبها لوحدها بعد ما أمها الملكة ماتت، وبيقول لها إن هي لو ما اختارتش عريس مناسب ليها هو هيختار لها. فبتقرر الأميرة إنها تهرب من القصر، وبتمشي في شوارع المدينة وبتلاقي حرامية بيكونوا عايزين يسرقوا السلسلة بتاعتهم فبتديها لهم، ولما بتحاول تهرب منهم بتخبط في رسلان وبيحاوطها المجرمين، وبيفارس رسلان زي الفرسان وهو بيضرب المجرمين وبياخد ميلا، وبتكذب عليه ميلا ومش بتقوله إنها أميرة، وبتقوله إنها بنت من المدينة ومش عايزة ترجع للمكان اللي هربت منه. بس فجأة بتيجي دوامة رياح شديدة وبتخطف الأميرة. الحراس بيشوفوها وبيروحوا يقولوا للملك، والملك بيخاف على بنته جدا، وبيقول رسلان للملك إن ميلا اتخطفت من ساحر شرير بس محدش بيصدقه. وبيعلن الملك إن الفارس اللي هيقدر ينقذ الأميرة هيتجوزها، وبتقدر العصفورة إنها تنقذ صاحبها رسلان وبتحرره من الحراس. وبيروح رسلان للمساعد وبيسأله عن قصة الساحر تشارنمور وهو بيقوله إنه ألفها، لكن المساعد مش بيصدق رسلان لما بيحكيله على اللي حصل مع الأميرة، وبيعترف له إنه أخد القصة من كتاب قصص خيالية، وبيصمم إنه يروح ويقابل صاحب الكتاب وبياخد مساعده معاه في إنقاذ الأميرة. وبيشوف الفرسان رسلان على الطريق وبيقرروا إنهم يمشوا وراه عشان يعرفوا مكان الأميرة، وبيوصل رسلان للشجرة اللي فيها بيت صاحب الكتاب، ولما بيدخلوا بيسمعوا صوت وبيقولوا إنه فاكر الكتاب اللي سرقه. وبيظهر فجأة قطة وبتكون صغيرة وشكلها كيوت، ولكنها فجأة بتتحول لحيوان ضخم ومخيف وبيهاجمهم. وبيطلب رسلان من العصفورة إنها تجيب له خريطة مرمية على الأرض، وبيعمل طيارة من الخريطة وبيحاول يهدي القط بيها لغاية ما بترجع لحجمها من تاني، وبيعتذر له إنهم سرقوا منه الكتاب. وبيسألوا رسلان عن تشارنمور، وبيحكي له القطة إن كل 100 سنة بيظهر بنت معجبة بواحد، فبيخطف البنت دي وبيمتص حبها وبيفتح لهم بوابة عالم السحر، وبتقول لهم إن قدامهم يومين بس لإنقاذ الأميرة. وبيقول كمان إن في ناس كتيرة راحت لعالم السحر بس مرجعوش، وكمان بتديله كائن سحري عشان يساعدهم. وبيدخل رسلان للعالم السحري وبيكون المساعد بتاعه خايف جدا على عكس رسلان. وبتصحى الأميرة من النوم وبتلاقي نفسها قدام ساحر، وبيقول لها إنه مش عايز يتجوزها زي ما هي فاكرة، وإنه عايز ياخد كل الحب اللي في قلبها ويحولها لتمثال. فبتضربه الأميرة وبتاخد الطاقية بتاعته واللي بتكتشف إنها طاقية إخفاء وبتلبسها وبتهرب. وبيبدأ الأكل المسحور إنه يدور على الأميرة، وبيوصل الفرسان لبيت القطة وبتهاجمهم، وبيطلبوا منهم إنهم يوصلوا للبوابة السحرية. وبيستخدم رستان الكائن السحري اللي كان شبه حبة البسلة وزرعها في الأرض، لكن بيسرقوا كائن اسمه الهامستر وبيحاول رسلان إنه يمسكه بس مش بيعرف. وبعدها رسلان بيحاول يساعد العصفورة صاحبته وهي بتحاول تمسك الهامستر، وبعد مطاردة كبيرة بيقدر رسلان إنه يمسكه قبل ما يقع من على الجبل. وعلشان يردله الجميل بيقرر الهامستر إنه يساعد رسلان، وبياخد منه حبة البسلة وبيفتح بها جسر يمر من خلاله للجانب التاني. بس وهو في الجانب التاني بيقابل الساحر فان واللي تشارنمور امتص قوته في بداية الفيلم، وبيحاول انه يهرب منهم لكنهم بيخطفوه وبيعرفوه طريقة الوصول لتشارنمور، وبيقول لهم ان قوة تشارنمور موجودة في دقنه، وانهم علشان يهزموه لازم يقطعوا دقنه، ودي طبعا مش حاجة سهلة لانهم هيحتاجوا السيف السحري. وبيقول لهم بان على طريق السيف، فبيقرر الهامستر انه يساعدهم ويوصلهم للسيف.
وبتكتشف الأميرة إن الأكل مسحور وبيهاجمها، بس هي بتقدر في النهاية إنها تنتصر عليه. وفي مكان تاني بيظهر لهم حيوان ضخم بيهاجمهم هو كمان، لكن الوحش فشل في القضاء على رسلان. وبتلاقي ميلا تماثيل الأمارات اللي حولها تشارلمور لحجر. أما رسلان فبيوصل للأرض المسحورة اللي بتكون نايمة، وبيعرفها بنفسه وبيطلب منه السيف السحري واللي بيظهر فجأة. وأول ما بياخدوا رسلان بيظهر جنود كتيرة وبيحاولوا إنهم يهزموه، وبينجح الهمستر إنه يبعد كل الجنود عنه. وبيروح العصفور يدور على ميلا، وبتروح له ميلا وبتقوله إنها عارفة إنه كذاب وإنه عايز يتجوزها عشان هي أميرة، وبتعرفه إنها مش هتتجوز غير تشارنامور وإنها بتحبه. وبعدها بيظهر وحش الحجر، وبتيجي العصفورة وبتدي سلسلة ميلا لرسلان، واللي مش بيكون شايفها لابساها وهي بتكلمه. وبيفهم رسلان خطة تشارنامور، وبيوصل رسلان لميلا وبيكون تشارنامور رابطها، وبيقدر رسلان في الآخر إنه يهزمه ويموت التنين. وبتتحول التماثيل لطبيعتها وبترجع الأمارات، وبيعود للساحر فان قوته من تاني، وبينقذ رسلان وميلا من أشباح وبيرجعوا لحياتهم الطبيعية. وبيعترف لميلا إنه مش فارس ولا حاجة وإنه بيمثل، لكنها بتقرر إنها تعيش بقى حياتها معاه. وبنشوف في آخر الفيلم الساحر فان بعد ما أنقذ حبيبته وباقي الأميرات بفضل رسلان. وفي النهاية بتقوى الصداقة بين رسلان وميلا، وبيتعلموا مع بعض قيمة الحب والشجاعة، وبيبدأوا مغامرات جديدة في عالم السحر. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.